مؤنس، سعيد الذي يمتع، سعيد الذي يبدع. إنه سعيد القاضي الذي دائما إن شاء الله أبدا يرحل بنا إلى عوالم الصفاء والبهاء والمحبة. إذا أحبك الله حبب فيك عباده. سيدي سعيد، أهل شفشاء وزوارها وضيوفك الكرام يحبونك في الله، فهنيئا لك بهذه المحبة، ودائما وكل أفراد المجموعة الكريمة في تألق دائم إن شاء الله. Thank you. ارتأت جمعية تنمية فنون الطبخ إلا أن تقدم ميداليات وشواهد المشاركة حيفانا منها وتقديرا منها لكل الوفود المشاركة ولكل الدول الإفريقية والعربية والأوروبية التي لبت الدعوة وأثبتت معنا هذا الفضاء وأعطت معنى جميل لهذه الدورة الثانية من هذا المهرجان. إذا على الشكل التالي نستضيف ممثل من كل دولة سيتسلم الميدالية والشواهد جميع الأفراد. البداية مع دولة الكوت ديفوار نستضيف السيد ألفونسو، مسيو ألفونسو من دولة الكوت ديفوار. كذلك من غينيا بيساو السيد عبد الله ديالو، مسيو عبد الله ديالو. من دولة المملكة الهاشمية الأردنية الأستاذ عبد الفتاح حمدي كذلك يتفضل معنا. ومن الجار إسبانيا سينيور باكو فرانسيسكو، بينفينيدو سينيور باكو فرانسيسكو. للإشارة سينيور باكو هو الذي هذه الهدية الجميلة أولا وبعد المكان لذلك سنبقى دائما من بوركينا فاسو مسيو داريان. من الكونغو مسيو إيرمان. السلعة تفتح المملكة الهاشمية الأردنية. مرحبا أهلا وسهلا. سيدي عامر صاحب الجلالة تفضل معنا مشكورا. تمنح كل هؤلاء الميدالية والشواهد المشاركة مشكورا على تفضل معنا في هذه الدورة الثانية من هذا المهرجان. من الكوت ديفوار مسيو ألفونسو.
Le Congo, nation Herman. صراحة لكل هؤلاء الكهات نقول لهم شكرا على هذا الحضور الجميل، وهو من أهم أهداف الجمعية هو التنوع في فن الطبخ. طبعا صورة جماعية مع السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الشفشاون. جبروا كلمة واحد تحية كبيرة هذه الوفود المشاركة أو يمثل الوفود المشاركة، وهي صورة أكيد تبقى راسخة في أذهان كل أعضاء وعضوات الجمعية في هذه الدورة الثانية، وكذلك في أذهان كل من حضر هذا اللقاء الجميل. رجاء سيدي عامل صاحب الجلالة معنا. باقي معنا سيدي. من بين الفقرات هذا المهرجان كانت جائزة في الطبخ، وشاركوا واحد المجموعة الطهاة بكل حرفية صراحة، وكانت واحد المنافسة شرسة وفنية وأخوية. أولا لابد من تقديم كلمة شكر للجنة التحكيم التي تحملت عبء هذا الاختيار. كل الشكر أولا للشيف خديجة بن ستيلة سفيرة الطبخ المغربي، الشيف حميد بن لغمي، الشيف الحسن وكريم، الشيف عمار سعيد، الشيف جلال الدين، الشيف الحاج العربي عثمان. شكرا لهم. الله خديجة المشهورة تحية كبيرة سفيرة الطبخ المغربي. كذلك الشيخ رشيد قرطي تكون معنا. النتائج كانت على الشكل التالي: انتم المرتبة الثالثة عادت الشاف فاطمة من قصر كبير. تحية لنا فاطمة، مرحبا بك معنا في الشاور. الشاف فاطمة تتوج في مدينة شفشاون، وخلال الدورة الثانية للمهرجان الدول اللي فات الطبخ المتوسط. لحظة جميلة جدا أكيد يعيشها المتوجين. المرتبة الثالثة الشاف فاطمة من القصر الكبير، السيد علي صاحب الجلالة يقدم لها الهدية. المرتبة الثانية عادت للشيف ياسين الرضا. هنيئا لك الشيف ياسين. بالمناسبة هذا الشيف اللي حظوا بهذا الجوائز
ان شاء الله غدا هما مطالبين باش يعملوا واحد الوجبه كبيره باش يغطيو فيها الشاويين والضيوف كاملين ياك 3 مليون في كل فضاءات المدينه. مرحبا بكم على حساب 3 الشفاء اللي حكاو الجوائز ماشي شغل فيهم ما يعرفوش شنو غيطيبوا واخا لاله فاطمه ياك سيدي ياسين تا هو متفق وكاين. سياسي هنيئا لك اتفق معنا ياك غدا غطيبوا الشاويين والضيوف كاملين الشاو كامله كتاكل منه ياك. والجائزه الاولى الشيف نزهه من طنطا. واحد التحيه كبيره للوفد من طنطا صراحه واحد المحبه واحد التلقائيه واخا جاو زعما وجبروا البلايص كلشي عمار ولكن بقاو واقفين معنا وكيرقصوا معنا وكيعيشوا معنا الاحداث. شكرا لكم شكرا على سعه صدركم وتلقائيتكم ومحبتكم. الشيف نزهه هنيئا لك وهنيئا لجمعيه الحادقات من طنطا. الحادقات واحد الاشاره الحادقات سيدي علي سعيد جلال سيدي علي صاحب الجلاله كان في الندوه الاولى وحنا يعني الغدوات جمعيه الحادات كنستعملوا في الحقائق الجدويه كنطيبوا الدجاج الحمر كنطيبوا البسطيله كنطيبوا واحد المجموعه الوصفات اللي كنطيبوا بهم وخاصه في الشارع. واش سؤال واجب واش انتم في الشاوي كنطيبوا اشهر الاكلات اللي معروفه بهم في الاقاليم الجنوبيه ديالنا؟ هذا سؤال واجب. في هذا السياق استسمعنا تفضل على استسماعنا رئيس الجمعيه تفضل. ضروري ان نكون تبادل الخبرات في قادم الايام ان شاء الله من هي الشاوي جمعيه تنميه الطبخ والحادقات باش نبداو نشوفوا ان شاء الله شي وصفات اللي هي من الاقاليم الصحراويه ديالنا هنايا في الشاوي. لما لا ولما لا نكون حتى في الاعراس وفي المناسبات ان شاء الله. هذا هو هذا صورة جماعية على المتواجدين هنيئا لكم ولكم. صورة حتما ستبقى الذكرى والتاريخ تؤرخ للدورة الثانية لهذا المهرجان. تفضلوا معنا بارك الله فيكم. هذا إلا أن نقدم هذه الهدية المنزلة للسيد عامر صاحب الجلالة على تكريم الشاوي مشكورا. هدية أكيد ستبقى من الهدايا التي تقدم السيد عامر صاحب الجلالة والتي تشير بكل عناية بهذه الدورة الثانية لهذا المهرجان. شكرا جزيلا الشاب المغربي كبير أو ضيف أكبر الأفراد المغرب دائما وابدا مرحبا في مدينه الشاوي. وفقره اخرى وهي فقره اعتراف وامتنان وتكريم. اعتنت الجمعيه الا ان تقوم بتكريم احد الاسماء في مجال فن الطبخ على المستوى الوطني والعربي المعروف الشيف العروبي. فليتفضل معنا الشيف العروبي. مرحبا اهلا وسهلا. سي كمال المجدوبي تفضل معنا. حفل تكريم سيخصك به السيد عامر صاحب الجلاله. تفضل هنيئا لك لحظه تكريم واعتراف وامتنان. هنيئا لك. كذلك سينيور بابلو فرانسيسكو أبى أن يقدم للسيد عامر هدية. تفضل. العامل والزمن.
وأبت جمعية تنمية فنون الطبخ التي يرأسها الشيخ إسماعيل المنصوري كذلك أن يقدم هدية للسيد عامل صاحب الجلالة اعترافا منه بالدور الفعال الذي قدمه السيد عامل صاحب الجلالة لهذا المهرجان ليكون في هذه النسخة الثانية وفي هذا الموعد كما وعد بالكثير إن شاء الله في قادم الدورات. وكما نقول دائما شفشاون تحيا بمثل هكذا لقاءات. فليتفضل السيد إسماعيل المنصوري يقدم الهدية سيدي عامل صاحب الجلالة مشكورا. شكرا سيدي عامل صاحب الجلالة على هذه التحية والترحاب والتواضع، لك منا جزيل الشكر. ودمت دائما مساندا وداعما لكل المهرجانات الثقافيه والفنيه والفكريه التي تنظم بمدينه شفشاون. وعوده الى السفر الجميل مع الجميل سعيد بالقدر.